صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا، وحشني الفلوجز، وان انا بقالي كتير جدا ما صورتش معاكم اي فلوجز، داخلين في حوالي سنة. فحبيت ارجع لكم بفيديو خفيف ولطيف كده، يعني الروتين بتاعي اليومي. واليوم ده انا كنت نازلة اقابل كمان صحابي في النادي، فحبيت يعني بالمرة اصور لكم واشارك معاكم تفاصيل اليوم. عملت فطار لذيذ كده وفطرت في البلكونة، كان اليوم لطيف اوي الصبح. وبعد كده اخدت شاور، ودي المنتجات اللي انا بستخدمها بعد الشاور، خصوصا لما بيكون عاملة شيفنج او كده، مش عايزة حاجة فيها عطور. فاستخدمت كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، بنسينول ومويست وان، والكريم ده بتاع الاطفال ممتاز جدا لمنطقة البيكيني والاندر ارم، لو مش عايزين حاجة فيها عطور شديدة يعني. وطبعا عشان كنت نازلة، فحبيت طبعا ان انا انشف شعري بسرعة، فاستخدمت بقى الحاجات بتاعة الشعر. كلها مكلماكوا عنها قبل كده، يعني علشان خاطر مش بحب شعري يبقى مبلول تحت الطرحة. فنشفته سريعا واستخدمت السيروم ده، لذيذ قوي وبيدي ريحة حلوة للشعر. وبعد ما بخلص بقى كل الحاجات اللطيفة دي، بحب جدا ان انا اخد وقت كده في يومي الصبح، خصوصا لو صاحية بدري يعني بستعد بدري. بحب اصلي الصبح، اقول الاذكار بتاعة الصبح قبل ما بنزل يعني، فبتبقى حاجة كويسة جدا يعني. بعد كده دخلت بقى على الديودرنت، وحضرت بيجامة لذيذة كده، لاني كنت لسه هحضر حاجات في المطبخ قبل ما انزل. فاستخدمت الديودرنت ده، انا بحبه جدا وقت النزول، يعني بيبقى بيديني ثقة في النفس، يعني بتاع ارم اند هامر. وحطيت البيجامة الكيوت دي لبستها، والبرفيوم المفضلين ليا، وصليت. كان يوم خفيف قوي وظريف بصراحة، فحبيت ان انا اشاركه معاكم كده، ولو ان شاء الله لقيت عليه اقبال وان هو عجبكم، باذن الله نبقى نشارك مع بعض فلوجز تانية باذن الله قريب يعني. وده يعتبر من الحاجات برضو اللي طلبت مني في الفيديوز اللي فاتت، فاتمنى الكل يشوفها يعني. بعد كده دخلت المطبخ بقى زي ما انتوا شايفين، قلت احضر الفروت سالاد. المفروض ان كان كل حد فينا هيعمل حاجة، فكان عليا انا تحضير الفاكهة. اي فاكهة بقى موجودة، يعني مش شرط اللي انتوا شايفينها، ممكن اي فاكهة عندك متوفرة تعملي بيها طريقة الفروت سالاد. دي طريقة لذيذة جدا، الأطفال بتحبها، يمكن ولادي أكتر وقت بياكلوا فيه الفاكهة لما بعملها لهم بالطريقة دي. طعمها بيبقى لذيذ، فيها كل الحاجات اللي انت عايزة تحطيها. وطبعا سكرها طبيعي، فبتبقى طعمها حلو جدا جدا ومغذية. انا بقطع الفاكهة زي ما انتوا شايفين كده، اي فاكهة موجودة عندي. انا كان عندي تفاح وعنب وخوخ وكنتالوب، ساعات ممكن ازود موز او كده. انا بعملها بطريقتين، ساعات بحط عليها لبن وكاستر وبذور الشيا، وساعات بدل بستبدل اللبن بحط اي عصير عندي. فانا النهاردة هستخدم عصير الجوافة، كنت مفرزاه فطلعت كيس يعني استخدمته. بعصره عادي مع اللبن، وبحط معاه يعني حوالي معلقتين كريم شانتيه كده، وبظبط السكر بتاعه، ما بحاولش خالص اخليه مسكر، علشان انا بحب اعتمد على السكر الطبيعي بتاع الفاكهة. بس قبل بقى ما بعمل العصير عليهم، هتشوفوا معايا دلوقتي بدوب شوية معلقتين 3 بذور الشيا، مفيدة وجميلة جدا ومشبعة، وبتخلي كمان شكل الفاكهة حلو قوي والاطفال بتحبها. بحط عليهم شوية مية كده ان هما يدوبوها، وبقطع الفاكهة كلها وبحطهم عليها بعد كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وبقلبهم بقى مع بعض، واخر حاجة خالص بنزل عليهم بالعصير. فبتبقى بصراحة مفيدة جدا وطعمها لذيذ قوي قوي يعني. لو انتوا حابين تجربوا الطريقة دي جربوها، وبقولوا لي رأيكم فيها.
واتبقى شوية عصير فحطيت ليا وللولاد. عصير الجوافة بيبقى طعمه حلو جدا ومفيد والأطفال كلها بتحبه. دخلت الفروت سلطة يسقع شوية في التلاجة على ما احضر الحاجة اللي هاخدها معايا في النادي. دايما بحب وانا رايحة النادي اخد معايا لبس اضافي للولاد، ما بضمنش ابدا يعملوا معايا ايه، فبحب يكون معايا لبس سبير كده. وبحب اخد شنطة كبيرة كده تاخد معايا كل الحاجات بما فيها المية والاكل وكل حاجة. فهاخد معايا الشنطة بتاعتي الصغيرة دي، بحب في الازازة الصغيرة دي اخد ديتول عشان لو الولاد دخلوا التويليت وكده، والسان سكرين الستيك والمروحة بتاعتي المفضلة ومراية والحاجات بقى بتاعتي دي حطيتها معاهم في الشنطة علشان شنطة ايدي بتبقى صغيرة قوي، والمحفظة اللي فيها الكارنيهات وكل حاجة، ومناديل وايبس طبعا، والنضارات بتاعتهم خليتها بره عشان هيلبسوها. وحضرت الشنطة بالحاجات اللي انا محتاجة تكون معايا كلها. وبعد كده دخلت جهزتهم هما لبست الولاد يعني علشان يبقوا جاهزين وما يقعدوش يدوشوني لما بنبقى نازلين بيقعدوا يزنوا كتير يعني ويتخانقوا مع بعض. فجهزتهم وبعد كده حضرت اللبس اللي انا هلبسه. اخترت اوتفيت كده يكون شكله حلو وبرده مش تقيل يعني ومناسب. فبحب السكيرت دي قوي، بتليق معايا على حاجات كتير قوي في الصيف. والطرحه دي كنت لسه جايباها اللي هي الليكرا المقلمه دي، بحبها جدا من فرح. عندي منها السودا وعندي منها النبيتي، بجد حلوه جدا، فجبت منها اللون الكافيه ده لذيذ قوي. ولبست وكنت حابة ان انا اعمل معاكم الميك اب بتاعي بما انكم دايما بتسألوني، بس بصراحة ما حبيتش ان انا اتأخر على صحابي لان هما كانوا كلموني، فشاركت معاكم بس الحاجات اللي انا استخدمتها. حاجات الحواجب دايما بحب استخدم القلم بتاع كاتريس والمسكرة الشفافة دي وباودر ريميل، والفاونديشن ده طبي من براند اسمها ليبس تاتش. حلو قوي، خفيف كده على البشرة ولذيذ. انا ما بحبش الفاونديشن بس كان عندي في بشرتي كام حاجة كده عايزة اداريها، فحبيت ان انا احط منه. وماسكارا وكحل وبلاشر وزي ما انتوا شايفين الحاجات دي يعني كده، ما حبيتش ان انا اكتر يعني. وصلنا النادي وكلنا وهزرنا وتصورنا وكل حاجة. ف هطلع صحابي بقى اول مرة يطلعوا معايا على القناة هنا عشان خاطر تبقى ذكرى حلوة ويفضلوا الفيديو ده او الفلوج ده معانا كده على طول. فيلا هسيب الكاميرا عليهم وزي ما يطلع انا هنزل الفيديو ده بعفويته زي ما هو زي ما هيطلع. تمام، فيلا بينا نبدأ. بسمع سلمي على الناس. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتغش. ايوه النهارده يوم ناقصكم كلكم ان شاء الله. المره الجايه اسمع تعزيمكم ان شاء الله. انتي بتدبسيني. ومعانا بقى حد اول مره يطلع. ثانية قبل اللي ما يطلع كنت بتعملي ايه هنا؟ ايه ده؟ بصوا بقى الجمال، صاحبتي مظبطاني جايبه لي ايه. خلاص بقى خليها في نفسك بقى، خليها في نفسك. خليها خلاص بقى هدايا وخلاص. حاجات حلوه. معانا اماني قلبي كنت وحشاني جدا حبيبة قلبي. اليوم جميل قوي ومبسوطه ان انا قاعده معاكم وقاعده خفيفه جميله. حبيبتي ميرسي على الهديه الجميله. هدية اماني برضو. تسلم ايدك حبيبتي.
حبيبتي يا منيتي حبيبتي. ده النادي يا جماعة، وأحباب الله بيلعبوا هناك. هناك البسين. ايه رأيك بقى في الفروت سلطة؟ بصوا يا جماعة، احنا كنا مقسمين الأكل علينا. الأكل على الشيف أماني، عملت لنا شاورما فراخ كانت خطيرة بصراحة، وبسمع عليها الكيك والفشار. احنا لسه ما دوقناش حاجة منها، ما شفناش الأبيض ولا أسود. هما بقى كلوا الفروت سلطة بتاعي. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ بجد؟ فكرته جديده اصلا، مش زي اي حاجه. بألف أنا والشيف. عليه يا جماعه بذور الشيا، وعليه حاجات مفيده قوي. طعمه اصلا حلو. بألف مش بشكر فيه. بألف أنا. حبيبتي حبيبتي صاحبتي كده حبيبتي. على الكاميرا. الشيف بقى الشيف. خلاص ننافس بعض. بجد؟ ايه رأيك؟ هي خدت الوصفة مني يا جماعة. ايوه، هما شافوه هو بيتعمل اصلا. اعتمدوه بقى يا جماعة، جربوه، قولوا لي رأيكم في الكومنتس بعد كده، علشان فعلا هو خطير والأطفال بتحبه جدا جدا ومفيد كمان. باي. وروحت بقى شلت كل الحاجات اللي كانت على وش الميك اب وكل حاجة، وعملت النايت سكين كير روتين بتاعي، وشلت المانيكير وصليت العشاء ونيمت الولاد ودخلت نمت. ويا رب يكون الفلوج كان خفيف عليكم، حبيت ان انا ارجع بحاجة خفيفة كده. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوز تاني جديدة قريب، وفلوجز تانية جديدة قريب ان شاء الله. تصبحوا على خير.